السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير بمناسبه رمضان كريم علينا وعليكم. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. النهارده معانا موبايل جديد من شركه سامسونج، وهو موبايل سامسونج A05s. الموبايل ده يا جماعه نازل بنسختين. هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل عن الموبايل، لكن انا حابب قبل ما ابدا الفيديو حابب اتكلم عن نظام التقسيط او عروض التقسيط اللي بتبقى في موبيتك. عروض التقسيط عموما بتبقى ايام معينه في الشهر، فيا ريت ان انت تتابع صفحه الفيس وتتابع الانستجرام وتتابعني على الواتساب لو انت محتاج تسال عن اي حاجه. كده انا ببقى سايب جميع اللينكات السوشيال ميديا وكمان رقم الواتساب لو انت حابب تسال عن اي حاجه تخص التقسيط او تخص سعر الموبايل او تخص مواصفات الموبايل عموما. فكل ده انا ببقى سايبه في الديسكريبشن لو انت حابب تسعى عن اي حاجه. لكن لو جينا نتكلم عن نظام التقسيط عموما يا جماعه، فنظام التقسيط هو بيبقى بالبطاقه فقط، طبعا للناس اللي هي معهاش فيزة مشتريات. فاحنا دلوقتي بنتكلم عن الناس اللي حابه تقسط بالبطاقه بس، فده بيبقى الموضوع سهل جدا. حضرتك بتشرفنا في الفرع، بنعمل عمليه استعلام عن طريق ابلكيشن عندنا، وعندنا اكتر من ابلكيشن مش ابلكيشن واحد. وبعد كده الابلكيشن بيرد علينا بموافقه معينه بليميت معين بتقدر تشتري بيه من خلال هذا الليميت اللي انت عايزه من اختيارك عادي جدا، وبتقسطه مع الشركه من 6 شهور لغايه 36 شهر. الموضوع بيبقى سهل جدا ومتيسر جدا، لان كمان يا جماعه بيبقى بدون مقدم، يعني تستلم موبايلك استلام فوري وبدون مقدم. يعني بتيجي حضرتك مشكورا بالبطاقه الشخصيه فقط، وبعد كده بتستلم الموبايل وبتقسط بعد شهر، يعني بتدفع اول قسط بعد شهر. فالموضوع صراحه بيبقى متيسر جدا وسهل جدا. فانت لو انت حابب انت تقسط الموبايل ممكن تواصل معانا، وان شاء الله يكون الموضوع اسهل مما يكون. مش عايز اطول عليكم، يلا نعمل انبوكس سريع للموبايل وبعد كده نشوف المواصفات الكامله للموبايل. كده نجيب الكرتونه زي ما انتم شايفين، وبعد كده نجيب السكينه بتاعت كل فيديو، نفتح الكرتونه، نقفل السكينه، نفتح الكرتونه تاني ونشوف ايه محتويات الكرتونه مع بعضينا. اول حاجه هنشوف العلبه اللي بتيجي مع الموبايل دي بيبقى فيها ايه. طبعا بيبقى فيها الكتالوج زي ما انتم عارفين، وبيبقى فيها اليو اس بي، بيبقى نازل الموبايل باليو اس بي فقط بدون راس الشاحن. طبعا لو انت اول مره تتفرج عليا يا ريت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد ينزل على القناه اول باول. وده موبايل A05s زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، لونه عاجبني جدا، وكمان اللي عاجبني فيه الديزاين ان الموبايل نازل بتصميم مط، يعني ما بيبصمش نهائيا، فدي صراحه حاجه عجبتني جدا. اول حاجه تعالوا نتكلم فيها عن الموبايل وهي التصميم. فالموبايل جاي بنفس تصميم A14 والA15، لكن هنا الاختلاف صراحه في ملمس الظهر. ملمس الظهر مط مش بيبصم خالص، ودي حاجه عجبتني جدا. وطبعا اللون اللي معايا ده لون جديد ما كانش موجود في الموبايلات اللي قبل كده، لكن صراحه اللي عجبني في التصميم هو ملمس الموبايل او خامات التصنيع بتاعه ظهر الموبايل، لان ظهر الموبايل مط تماما ما بيبصمش خالص، فدي صراحه حاجه عجبتني جدا. لكن هو عموما التصميم بالكامل من البلاستيك. اما الشاشه فالموبايل جاي بنوتش في نص الشاشه، والشاشه جايه من نوع BLS LCD، وجايه بمساحه 6.7 انش بدقه 1080 في 2400 بكسل، بمعدل كثافه بكسلات 393 بكسل لكل انش، وبتدعم التحديث الاحدث اللي هو 90 هرتز. والتحديث 90 هرتز ده يا جماعه بيفيدك جدا في السكرولنج عموما، بتلاقي السكرولنج عندك بيبقى سلس جدا وسموث جدا. لكن هي عموما كشاشه هتديك تجربه مقبوله جدا، لكن كان اولى ان هي تيجي بشاشه من نوع اموليد مش LCD. وبالنسبه للاداء فالموبايل جاي معالج من نوع سناب دراجون 680 بتقنيه 6 نانو مع معالج رسومي من نوع ادرينو 610. المعالج ده يعتبر اداؤه مقبول، لكن مش افضل حاجه ومش احسن حاجه، لكن كلعبه زي لعبه بابجي هيخليك تلعب، لكن مش على اعلى اعدادات، وهيديك تجربه مقبوله لحد ما، لكن المعالج مش هيديك افضل تجربه في الالعاب التقيله. والموبايل جاي بنسختين، اول نسخه معانا وهي ال 4 جيجا رام مع الذاكره 128، والنسخه الثانيه جايه بال 6 جيجا رام مع ذاكره 128. طبعا انا لما جيت اشوف الموبايل لقيت ان في ناس بتقول ان الموبايل ما ينفعش انت تحط له كارت ميموري مع الشريحتين، وده كلام غلط تماما. انا لما جيت جربت الموبايل عادي جدا، بتلاقي فيه مكان للشريحتين، وكمان بتلاقي مكان منفصل لكارت ميموري علشان لو انت حابب
انك تزود الذاكره الداخليه. وبالنسبه للكاميرات فالموبايل جايب كاميرا اماميه بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.0، وجايب كاميرا خلفيه ثلاثيه. اول كاميرا معانا بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8 ودي الكاميرا الاساسيه. اما الكاميرا الثانيه فجايب بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4 ودي الكاميرا الخاصه بتصوير الماكرو. اما الكاميرا الثالثه ودي الاخيره جايه بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4 ودي الخاصه بعمل العزل والبورتريه. وبالنسبه لوسائل الامان فالموبايل بيدعم بصمه مدمجه مع زرار الباور وكمان بيدعم خاصيه الفيس انلوك. لكن بالنسبه للبصمه فالبصمه تستجيب جدا وبكل سلاسه وما فيهاش اي مشكله، يعني الموضوع البصمه ده مش هيبقى فيه اي مشكله بالنسبه لك. تعالوا مع بعض يا جماعه نجرب صوت السماعات الخارجيه، لان السماعات الخارجيه جايه او السبيكر جاي بسماعات مونو عاديه، لكن طبعا برضو حابب ان احنا نجربها مع بعض. وطبعا زي ما انتم عارفين احنا بنجربها في القرآن، فتعالوا نشوف مع بعض كده. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. زي ما انتوا سمعتوا كده صوت الموبايل عادي صراحة، مش افضل حاجة. الصوت عادي مش هيضايقك، لكن هو كان الافضل لو نزل بسماعات سبيكر كان الموضوع هيبقى افضل بكتير. وبالنسبة لنظام التشغيل فالموبايل جاي بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة سامسونج المخففة One UI Core 5.1. واخيرا وليس اخرا البطارية، فالموبايل جاي ببطارية بسعة 5000 ملي امبير وكمان بيدعم الشحن السريع بقوة 25 واط وبيشحن بمدخل تايب سي مش USB، وكمان بيدعم خاصيه الاوتو جي عشان خاطر الناس اللي بتحب توصل فلاشه او الكلام دوت، فالموبايل بيدعم خاصيه الاوتو جي. كده يبقى احنا اتكلمنا عن كل حاجه تخص الموبايل، فنركن بقى الموبايل ده على جنب شويه. تعالوا بقى نتكلم عن سعر الموبايل. فسعر الموبايل يا جماعه بالنسبه للنسخه ال 4 جيجا مع ذاكره 128 هيبقى عامل 7000 جنيه، اما النسخه الثانيه وهي 6 جيجا رام مع ذاكره 128 فدي بتبقى عامله 8000 جنيه. ده اللي يحب يشتريها من موبيتك، وطبعا اي حد هيجي لنا من قناه اليوتيوب او صفحه الفيس بيبقى معمول له خصم كويس جدا وكمان بياخد هديه مع الموبايل. فده كده انا اتكلمت عن كل حاجه تخص الموبايل. يا ريت لو اول مره تشوفني وعجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد ينزل على القناه اول باول. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.